وسط كامل هالتطور اللي راهو صار العالم تبدل بزاف خاصة من الناحية المالية وبالتحديد طرق الدفع بيسكي تروح للدول المتقدمة تلقى 80% من الشعب تاعها تستعمل طرق الدفع العصرية ولا الإلكترونية، يعني في كل 10 تلقى 8 يتعاملوا بالطرق العصرية، والأغلبية تاعهم يستعمل الكاش غير وين ما يلقاش طرق الدفع بالبطاقة. وفي أكثر من 90% من التعاملات تاعهم اليومية، يعني هذو ما يستعملوا الكاش بركي ما تتوفرش طريقة دفع إلكترونية. عكس ذلك دول العالم الثالث ولا اللي يسموهم الدول السائرة في النمو اللي ما راحش تنمو أصلا، الدول هذه الدفع الإلكتروني فيها راهم من 7 حتى ل 15% كأقصى حد. والفيديو تاعنا اليوم يشرح حالة من الحالات هذه اللي هي الجزائر، واللي صنفها الاتحاد الأوروبي مؤخرا من الدول الداعمة للمنظمات الإرهابية، وكذلك دول فاسدة ماليا واللي فيها فساد مالي يعني كوريبسيون فينانسيال وتبييض أموال. القرار الأخير اللي خلى الدولة الجزائرية تتخذ عدة تدابير، من بينها المادة رقم 6 مكرر واللي تنص على منع شراء أو بيع أو التعامل بأي عملة إلكترونية مشفرة كريبتو كما البيتكوين، USDT، USDC، إيثيريوم وغيرها. القانون هذا ما جبتوش من راسي، تقدروا تلقاو المصادر واللي كان في الجريدة الرسمية رقم 48 واللي كان طباعة تاعها في 24 جويي. القرار اللي جاء على حساب فئة كبيرة من الناس اللي يتعاملوا يوميا في منصات مثل باينانس لشراء العملات هذه، وكثير منهم يحولوها لبطاقات كيما ريدوس باي، مونيكو وغيرها. وبالمناسبة ليكيب الأخ أسراتك وضح في فيديو أنه مونيكو نحت الجزائر بسبب القرار هذاك تاع دول الاتحاد الأوروبي، وممكن ما من البطاقات الأخرى تتبع نفس الخطوة. ندو حاليا أمثلة من الواقع ونفرضوا بلي أنا ولا أنت ولا أي واحد مواطن عادي ما عنده حتى علاقة بالفساد شرا USDT من بينانس وبعثوا لريدوت باي. علاش بعثوا؟ باش يشري منتجات من علي اكسبرس ولا تيمو ولا اي استعمال شخصي واحد اخر. هنا ليكيب راك وقعت في المخالفة هذه وراك شريت USDT. ندو مثال واحد اخر، هنا نطلعوا شوية في النيفو، نروحوا للشاب ولا اي انسان راه يخدم اي كوميرس ولا يبيع ديجيتال برودكت، وهنا الانسان هذا يحتاج اعلانات ممولة عبر بطاقات مشحونة، والبطاقات اللي اكزيستيو في الجزائر وسهلين باش تخدموهم بين ريدوت باي، مونيكو، بيبول. هنا البطاقات هذوما راك راح تروح للبينونس تشري USDT باش تعمرهم باه دير لك كرياتيف تاعك ولا سبونسور تاعك، وهنا ثاني راك طحت في المخالفه. نجوز المثال واحد اخر واللي هو انسان ولا مواطن يدفع اشتراكات ترفيهيه اللي تقدر تبان لك انت تافهه، ولكن مثلا نتفليكس، سبوتيفاي، بي اس بلس، جيم باس، ابليكاسيون واحد ما يعرفها غير هو اللي يخلص لابونمون تاعها. هنا لازم له كارطة، ونعاودو نقولو نفس المجال اللي هو الكارطة المتوفرة والسهلة باش يخدمها تتعمر باليو اس دي تي ويطيح ثاني في الحفرة. نقلب صفحة ليكيب ونروحو من الجهة اللي راهي تشوف فيها بالك الدولة، ممكن هذه الجهة اللي راهي تشوف بها الدولة، انه العملات الرقمية هذه والتعاملات تاعها ما تحميش المواطن، وكاين بزاف مواطنين طاحوا في عملية نصب وكانوا ضحايا تاع مبالغ كبيرة. وكاين ثاني ناس سراقين يعني حكموا ناس تسرق الطريقة هذه، والعقوبة تاعهم كانت نفس العقوبة الحالية، هي عام حتى العامين ومبالغ مالية من 20 حتى 100 مليون. هاي اللي كنتو ما تهضروا على الدولة وما على باليش، القانون هو فقط لحماية المواطن، بصح الطريقة شوية غبية بس كان بزاف طرق تبييض أموال ما زالت موجودة وما راهيش راح تتحارب وكامل على بالنا. في نفس الوقت المنصب تاع الشغل هذايا ولا مصدر الرزق هذا اللي راك كوبيتو على المواطن هذاك، الدولة أصلا ماهيش قادرة توفره له، على بها راح لتما وراح يخدم عند روحه. وكامل على بالنا باللي كاين فئة كبيرة تاع الناس ما راش يخدم عند روحه باسكو راه باغي لانديبوندونس فينونسيال والدراهم ويمشي شركة تاعو، لا يخدم عند روحه ويدخل غير الصرف باسكو الدولة ماهيش قادرة توفر له منصب تاع شغل، راهي كاينة بطالة كبيرة في البلاد. الخلاصة باش ما نطيحوش في ميس اندرستاندين ولا سوء فهم، الشراء من الانترنت علي اكسبرس ولا تيمو ولا الشراء ودفع الخدمات الترفيهية نتفليكس، سبوتيفاي، ما يهمش التسويق والجوجل ادز تاعك، الادز كومبلي تاعك، والعمل الحر كفريلانس، هذه كلها امور قانونية 100% في الجزائر وما فيهاش حتى مشكل. المشكل واحد انه وسيلة الدفع ولا الوسيلة اللي راك راح تستعملها في التعاملات المالية تاعك إلا كان فيها كلمة USDT ولا كريبتو كورنسي، هنا نقدر نقولوا بلي راك تعديت على اللين روج تاع القانون ولا الخط الأحمر للقانون. بصح كان سؤال هنا ليكيب، الدولة هنا كيفاش تعرفني بلي راني نشري ونبيع كريبتو كورنسي؟ نبداو بحاجة أنا نشوفها يوميا، أنه كاين بزاف عباد يحط ستاتيو في جروب فيسبوك يقولهم بلي متوفر دولار USDT ريدوت باي، البري هذا منه هنا راهم ديجا حكموك. نزيدو حاجة واحدة أخرى، مثلا راك تبعث دراهم بريدي موب ولا CCP لواحد معروف باللي هو وسيط الكتروني يبيع ويشري في الاي اس دي تي، وبالك عنده بزاف لي ترانزاكسيون، هنا ما يروحوش يحكموه هو ديراكتومون، بيان سور يشوفوا الناس اللي راهي تجي عنده تشري عليه منا ويبداو يحكموا فيهم بالواحد. حالة واحدة أخرى واللي ما يبي فيها الدولة تروماركي لي كونت ولا
تعس لي كونت تاع الناس الا شافوا مثلا الحساب تاعي فيه فلو تاع دراهم بلي صوم كبار يديروا معايا تحقيق، وإلا لقاوك بلي تخدم مثلا تريدينغ ولا ولي اس دي تي وراك تعرف راك طحت في الحفرة تاعهم. في نهاية الفيديو ليكيب، الفيديو هذا راهو اجتهاد شخصي مني، يعني مثلا غدوة الى القانون هذا ما خدموش به ولا خدموا به ما راهمش داروا توضيحات باش نكونفيرمي لكم انا، يعني كي تروح تقرا في المصدر تاع الجريدة الرسمية 48 تقرا بلي قانون ولا المادة 6 مكرر راهي فيها زوج سطور كيما راكم تشوفوا فيها، يعني ما فيهاش بزاف لي ديتاي ما تقدرش تعرف منها اكزاكتومون واش كاين. حاجة واحدة أخرى اللي كي بالك بنت لكم في الفيديو وقف مع الجهة تاع الناس اللي راهم يخدموا بالكريبتو هذيا، رغم اني ما استعملش التطبيقات هذيا اللي فيها العملات المشفرة لاسباب تقدر تقول شخصية دينية ما يهمش، بصح لي كيف باش نكون صريح معكم الناس اللي راهم يخدموا بها وراني ذكرت في البداية الحالات تاع ناس ما عنده حتى علاقة بالفساد هذا اللي راهم يحكوا عليه في القانون، انسان يخلص ابونمون تاعو، ولا مثلا في الحالة تاعنا الناس اللي تشري مال اكسبريس علاش يروح يشري تليفون هنايا 6 ملايين وهو كاين بربعة ولا 45 في علي اكسبريس، يعني هنا المواطن هذا ما راهش راح يتعاقب باسكو شرا من الانترنت ولا باسكو شرا التليفون، راح يتعاقب لانه شرا من تطبيق يدعم عملة يو اس دي تي واللي هي عملة مشفرة. هنا المواطن هذا كي تعاقبو نتايا راك ظلمتو ما راكش حميتو باسكو هذا ما كان مدخلو، بورطو على بالي ليكيب كاين حالات مستحيل حتعاقب عليها دولة كيما هذه، ولا عقباتك عليها راني قلت لك راهو ظلم. يعني برك نحتاجو شوية توضيحات باش نشوفو اسكو القانون هذا حيطبق ولا لا. ليكيب تبالي بدينا نروحو اوت اوف كونتكس، قولوا رايكم في القانون الجديد هذا تاع المالية. انا بصفة ديك متسوق من علي اكسبرس ومسوق للعروض تاع علي اكسبرس، اول حاجة ندعيكم تدخلوا القناة التليجرام تاعنا فيها افضل عروض تاع علي اكسبرس، الرابط تاعها في البايو. ثاني حاجة قولوا رايكم اسكو صح القانون هذا يحمي المواطن الجزائري بنسبة أكبر ولا العكس، ولا راهو يظلم فيه أكثر من أنه يحميه. خلينا رايكم ليكيب، نتلاقوا في فيديو الجاي والسلام عليكم.